عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هنعمل بقى مع بعض النهاردة كده غدا سهل وسريع ومن غير مواعين، وفي 10 دقايق بالظبط وهيكون جاهز. هنعمل مع بعض كده كفتة داوود باشا. انا معايا هنا نص كيلو من اللحم البقري او اللحم العجالي، وحطيت عليهم بصلاية مبشورة بالمية بتاعتها عادي، مش بصفي منها المية خالص. وبعد كده حطيت عليهم معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر أو الفلفل الأسود. بعد كده بنبدأ نقلب اللحمة كويس، نفضل نقلب فيها كتير، يعني مش أقل من 10 دقايق. قلبي فيها لحد ما الخيوط بتاعتها تتناسج مع بعضها، وما تيجي تشديها كده تحسي ان هي فيها خيوط. وانتوا بتشتروا اللحمة ممكن تقولي للجزار ان هي يفرمها لك على وشين، يعني مرتين. انا مستخدمة هنا لحمة فيها حوالي 20 أو 30% من الدهون، يعني فيها دهون كتير. اول ما تحس ان هي بقت ناعمة كده وان هي فيها خيوط بتشد كده، تبقى هي كده تمام، وان احنا نبدأ نكورها عادي. انا بكورها كده. انت لو حابة مثلا تصغريها شوية عادي مفيش مشكلة، بس اعملي حساب ان هي بتسيح في الطاسة، فبتكش شوية، بينزل منها الدهون فبتكش شوية. بعد كده ببدأ اكورها كويس وارصها في الطبق. انا النص كيلو عمل معايا حوالي 12 قطعة، فانت لو حابة تصغري مثلا اصغر من كده فهيعمل معاكي مثلا 10 قطع ولا حاجة، ممكن 10 قطع. وبعد كده ما خلصت كل الكمية بدخل الطبق في التلاجة، يعني مش كتير، لمدة نص ساعة بس الكفتة تتماسك وتمسك بعضها كويس وخلاص. هدخل الطبق ده التلاجة. في طاسة بقى على النار حطيت فيها معلقتين من الزيت، بس انا الزيت يعني كتر مني شوية، انتوا ممكن تقللوا كمية الدهون شوية لو انتوا حابين. بعد كده بدأت ان انا ارص الكفتة بتاعتي في قلب الطاسة. اول ما تبدأ تمسك نفسها من تحت وتاخد لون بقلبها على الوش التاني. وطبعا انا مش محتاجة اقول لكم، لو وصلت لحد هنا انزلوا بسرعة اعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي. عايزة اقول لكم يا جماعة ان الكفتة دي طعمها بجد رهيب، ومش بتاخد اي وقت ولا مجهود ولا مواعين ولا اي حاجة. هي في نفس الطاسة هنعمل كل التفاصيل بتاعتها، وهي كده تبقى خلصت. ممكن نعمل جنبها شوية رز ابيض او شوية رز حباية وحباية، شوية رز بشعرية زي ما انتوا حابين، مع شوية سلطة كده، ممكن شوية بطاطس محمرة ملهاش حل. وممكن كمان تتقدم جنب مكرونة برضو بتبقى ممتازة جدا، ولكن هي عشان بيبقى فيها صلصة بفضل ان هي تتقدم جنب رز. انا كده بدأت ان انا اشوح فيها، بديها على كل جهة مثلا دقيقتين وبقلبها. واول ما خدت اللون ده وحسيت ان هي استوت كويس بطلعها من الطاسة واحطها في قلب طبق. بعد ما طلعت كل الكمية وحطيتها في قلب طبق تاني،
في نفس الطاسة وفي نفس الزيت بتاعها بنزل عليها بفصين من التوم، وأول ما التوم يبدأ ياخد لون كده بحط عليها معلقة ونص من معجون صلصة الطماطم، وبعد كده بقلبها يعني حوالي 3 دقايق مش أكتر، وبنزل عليها بكوباية كبيرة من عصير الطماطم متخفف شوية بمية، يعني مش كله طماطم بس، هو متخفف شوية بمية صغيرين كده مش كتير. وبعد كده تبلتها، انا كنت عامله دقه كده في البيت بشويه توابل، هبقى اقول لكم عليها في الديسكريبشن تحت. وبعد كده حطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل اسمر ونص معلقه صغيره من السكر عشان بس الحرقان بتاع الصلصه. وبعد كده بقلبها كويس وسبتها على النار حوالي 10 دقايق تغلي وتبقبق كده، وبعد كده بنزل عليها بالكفته. نزلت كل الكميه عادي، بسيبها على النار هاديه، على نار متوسطه مايله للهاديه، حوالي 5 دقايق مش كتير. بقلبها بس كويس كده، وباخد بالمعلقة من الصلصة بحط على الكفتة، وبس كده يا جماعة، كده خلصت وبقت جاهزة معانا للتقديم. تحطيها بقى في قلب طبق التقديم عادي، وتزينيها كده بشوية بقدونس. وبس كده، يا رب تكون عجبتكم ويكون عجبكم فيديو النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة.